السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا اليوم راح نشرح لكم عن اشهر سلاح بالعراق، تصنع او تجمع داخل العراق. سلاح اسناد قوي، سلاح اللي حقيقة موجود بكل جيش او عسكر، الا وهو الRPK. قبل ما نكمل الشرح طبعا نتاكد من خل السلاح من اي رصاصة، مثل ما تشوفون المخزن فارغ، وايضا السلاح خالي من أي رصاصة في بيت الناس. نوجه السلاح في مكان خالي من أي بشر. شباب، سلاح الRPK طبعا قبل ما نحكي حابب أنوه على فد نقطة. أنا لا أبيع ولا أشتري الأسلحة اللي موجودة بالقناة لغرض التثقيف وغرض الحماية وغرض الاستخدام الصحيح بطريقة آمنة. شباب، إطلاق النيران بالهواء هو جدا خطر. اطلاق النار في اماكن لربما تكون سكنيه جدا جدا خطره، لذلك التزموا بالسيفتي. اوكي، حابب اطلق بمكان يكون باهداف، خلي استخدامك وابعد السلاح عن متناول الاطفال، لانه هذا اخطر ما يكون. اوكي، وحاول انه سجل سلاحك اذا كان ما مسجل. الاسلحه اللي انتم تشوفوها بالقناه مسجله، وايضا خلينا نقول نظاميه، وما عندي شيء مو نظامي. اللي يسالون عن الاسعار، انا لا ابيع ولا اشتري، الاسعار ما اعرف، ما اعرف وين اماكن تواجدها. انا املك هذه وفق ترى. طبعا بدت تصنيعها زين فتره الثمانينات والسبعينات او نهايه الثمانينات. العنتين راح اليوغوسلافي قال لهم انا اريد يعني رخصه من عندكم حتى اني اصنع. قالوا له اوكي. الصناعه ما تمت 100%، صار فقط تجميع. المهم احنا ما نريد نشرح عن باقي الامور. السلاح هذا امتاز بعده امور، يعني واكو امور واكو معلومات الناس يجهلونها بخصوص هذا السلاح. هذا السلاح السبطانه مالته غير مطلي باي طلاء كروم اللي هو يحبس الحراره، السبب انه الدقه. زين، سلاح اسناد هذا يستخدم لغرض عسكري وليس لغرض مدني انذاك في يوغوسلافيا، فلذلك ما طلعوا الكروم. يقول لك العسكري اكيد يعرف بامور تنظيف الماسوره وتنظيف يعني بعد الاطلاق، فيقول لك اللي يستخدمها اكيد خاضع التدريب. فلذلك البعض، هذه معلومه ما حد يعرفها، انه هذا ما مطلب بالطلاء كروم. واي بندقيه تبوك او قدس، اي مناطق ما مطليه بطلاء كروم، فاذا هي تمتاز بالدقه، لانه طلاء كروم بالماسوره ياخذ فد يعني امور هندسيه انا شارح عنها بشرح عن البندقيه التبوك موجوده بقناتي، فانا دا اشرح عنها، تقدرون تروحون وتشوفونه. فهذه تمتاز سلاح اسناد. دخلت بحرب ايران ل10 سنوات. هي مثل نحكيها باللهجه العراقيه، هي تدق وترمي من الاسلحه. حقيقه بذاك الوقت هذه تعتبر ساو. يقول لك مسافتها يعني 800 يعني خلينا نقول بالسيطره عليها بالرمي كذا. زين، بنفس الوقت كانوا استخدامها الفعلي، يعني كل اثنين يعطونهم واحده من هاي. اوكي، اذا دخلوا المنطقه فيعني موجود بكل يعني فصيل موجود بيها، او كل مجموعه جروب، الميلتري جروب، اذا كانوا مثلا 10 15 ياهم واحد ابو RPK يكون بالخطوط الخلفيه حتى يعطيهم اسناد. فهذه المخازن اللي تفهم لها هي 30. زين، هسه اللي بيها هو 40 اطلاقه، ال 75 زين، واكيد ال 30 واقل شيء 20. هذه من النادر اذا كانت مثلا مناطق تكون نائيه او تكون مناطق مرتفعه، فحتى يقدر يستخدمها باي سهوله. بنفس الوقت انذاك هذا السلاح يعني حقيقه يحب عتاد نظيف، لانه الماسوره مالته ما مطليه طلاء كروم، لذلك كانوا يطلقون من عنده العتاد الزيتي. زين، انا شارح عنه بالقناه. اوكي، فهذا سلاح يعني من الاسلحه الحقيقه تاريخيا اسلحه كلش باقيه. زين، من الاسلحه اللي خاضت حروب
يا ابو حروب. اسلحه من ورا كم شخص حقيقه ما يعرفون او ما داخلين حروب او ما داخلين هندسيا ما داخلين كذا، فيشتري سلاح تعبان زين، فيجربه تحشر عنده مرتين، فيقول لك هذا النوع، مثل المثل اللي يقول لك اذا رزايه فازت زين مو معناتها كل الرز فاسد. اوكي، هذه اللي عندي، هذه اجدد وحده، او اني فاتحها من الكرتون قبل اعوام كثيره زين. فاللي عندي هذه تعتبر زيرو، يعني تقريبا مطلق بها 300 الى 400 اطلاقه يعني، فتعتبر زيرو. طبعا العتاد اللي تستخدمه 62.7 اللي هو عتاد الكلاشينكوف الاعتيادي زين. فهذه تاريخيا يعني، هذه بالمناسبه بالعراق قدر العينتين يصدرها الى دول مجاوره، من ضمنها سوريا ومن ضمنها الخليج ومن ضمنها عمان، اردن. هذه امريكا اخذتها النسخ منها بامريكا، وبعض بعض من نسخها اللي موجود بمنشأ القادسيه اللي صاير بالعراق، محافظه الديوانيه اعتقد. اجتي قناص دراغونوف اوكي اللي هو باسم تبوك. اكو فرق اخوان، هذه مو ار بي كي تبوك، هذه قدس اوكي. التبوك مصنعها واحد اعتقد يعني. اخوان اللي عندهم يعني خبره بالمصنع والاماكن المصنع خلي يعرفون حتى اثبت تعليقه زين. تبوك تختلف عن هذه اوكي. هذه السمك مال الصبطانه مالتها، الخياشيم، وايضا تمتاز بعده امور، انه الامتيازات الحلوه اللي بيها زين. مثل ما تشوفون هذه المدى اوكي. في حال المقاتل يعني اتمنى تشوفون، في حال المقاتل انه يريد يشوف مدى مثلا ايش قد على ايش قد يريد يرمي، مثلا خلينا نقول على 200 متر 400 متر والى اخره. الخياشيم التبريد في حال اطلاق النار المستمر زين، هذه تبرد، والسمك ايضا مال السرطانه. طبعا اعزائي فلذات اكبادي، هذا السلاح بالقرب زين. راح نفسخه طبعا زين. انا متعود على الايد وحده زين. قبل كل شيء نتاكد ان السلاح خالي، دائما تاكدوا ان السلاح خالي من اي رصاصه زين. فدائما يعني تاكدوا منه باي مكان، لا تخزنون السلاح اذا هو مكان طلقه. طبعا نفتح غطاء البدن زين. انا سبق ومنزل فيديو عليها يعني، بس اليوم حتى يكمل الشرح عليها بالكامل زين. يكمل الشرح عليها. هذا مثل ما تشوفون اخوان، حالها حال اي كلاشينكوف. طبعا اكو فد ملاحظه، كل الاجزاء جيب مال اي كلاشينكوف، جيب وخلي وحور وخلي هاي جيب هاي، كل الاجزاء ترهم، مال غير السلاح مال كلاشينكوف او ار بي كي ترهم، بس ما عدا اللقاف وبيت اللقاف اللي هو احنا نسميها الابره ما ترهم، ما تقعد يعني ما تقعد جوا زين. هذا السلاح اخوان، هاي الخياشيم اللي تمتلكها اللي حقيقه اللي تمتاز بيها يعني. انا ذاك يقول لك هذه المطوره مالتها زين. الخياشيم هذه اللي تبرد، اللي تدخل بالهواء بالنار. شلون المحركات، اكو محركات يعني موجوده هيك بيها، محركات مو سيارات مال التورنا، محركات الدراجات، الفي اللي تكون الهارلي كذا، هاي الامور زين. طبعا هذا السلاح كلش نظيف من الخشب مالته زين. اصحاب الخبره هذا الاخشاب مالته كلها مطابقه، وعندي الحزام مالته همات مطابق، ومخزن من المخازن هذا ولا 40 مطابق، ويا رقمه سبيشل جاي زين. سبيشل زين.